ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ومراجعات جديده عشان امتحان الشهر، وعلشان نكون جاهزين للتقييم النهائي والمبدئي الصف الاول الابتدائي تربيه اسلاميه. تمام، يلا بينا. دي مراجعه انا لميت لكم الوحده الاولى كلها بابسط طرق للطالب، لان طبعا انا عارفه سنهم صغير جدا ومش مستوعبين الدين قوي. فيلا بينا نحاول نلخص الدنيا مع بعض. زي ما انتم شايفين كده انا جبت لكم الوحده PDF. لو انتم حابين ان انا انزل الملف يبقى معاكم عرفوني في الكومنتس ان انا انزله لكم عشان يكون معاكم على التليفون تطبعوه في اي وقت. تمام. الله هو الخالق. تمام، الله خلق ايه؟ هعرف الطفل اللي معايا هقول له الله هو ايه، هيقول لي الله هو الخالق. تمام، لان دي بتيجي اختياري. الله خلق ايه؟ خلق السماء والارض والجبال والانسان والحيوانات والنباتات والزهور الجميله. تمام، وابتدي اشاور له على الحاجات عشان الحاجه تثبت في دماغه اكتر. تمام. طيب يجب علينا ايه بقى؟ ان احنا كإنسان ربنا خلقنا ان احنا نقعد نبص للحاجات دي. يعني اقول له بص، بنقعد نبص للبحر كده مثلا ونقول الله سبحان الله، نبص للشجر ونقول سبحان الله، نبص للسماء ونقول سبحان الله. تمام، الله يسمعنا ويرانا ويحبنا. ربنا سمعنا وشايفنا وبيحبنا. تمام. وبعد كده هندخل على القرآن الكريم. القرآن الكريم عليهم حفظ سورة الفاتحة والإخلاص والفلق والناس. تمام. القرآن هو ايه بقى؟ هو كلام الله عز وجل، بنقرأه وبنسمع كلامه فيه. هنوصل له بصورة بسيطة كده، هو هيجيله صح وغلط وأكمل أو اختياري. تمام، أو يشد خط تحت الكلمة. تمام. هنتكلم عن سورة الفاتحة. تمام، بعد ما يحفظها هنقول له سورة الفاتحة دي بقى أول سورة في المصحف الشريف. يعني أول سورة في المصحف هي سورة الفاتحة. بنعمل بيها إيه بقى؟ بنصلي بيها الصلوات كلها. تمام، ولا تصح الصلاة إلا بها. يعني ما ينفعش أصلي العصر من غيرها، ما ينفعش أصلي الظهر من غيرها. تمام. تسمى بأم القرآن وفاتحة الكتاب. هنقوم قايلين له ايه؟ ما هي السورة التي تسمى بأم القرآن؟ هيقول لك الفاتحة. ما هي السورة التي تسمى بفاتحة الكتاب؟ هيقول لك الفاتحة. تمام، وهي طبعا من أعظم سور القرآن الكريم، عشان لو جاله صح وغلط ده علامة صح. سورة الفاتحة من أعظم سور القرآن الكريم، صح طبعا. تمام. تمام. طيب ايه تاني؟ هنتكلم بعد كده عن ثانية واحدة. بعد كده هنقول له بقى ما ترشد اليه الايات. ده ممكن نلخصه بشكل افضل ونقول طبعا ان احنا كل ما نيجي نعمل حاجه لازم نقول بسم الله. بعد كده لازم نقول نشكر ربنا على كل نعمه ادهلنا، ولازم نقول له كلمه نعمه لان دي جايه له في سؤال اكمل. تمام، وطبعا العباده لله ان احنا لازم نعبد ربنا. تمام، وهكذا. طبعا عندي الحديث بني الاسلام على 5. تمام. طيب ايه المفروض ان انا اقول له ايه؟ هقول له ما هي اركان الاسلام؟ هيقول لي الشهادتان والصلاه والزكاه والحج والصوم. يحفظهم كده. تمام، عشان لو جاله في اكمل او جاله صح وغلط. تمام، وبعد كده هنشرح له ليه بنصوم. بنصوم عشان نحس بالفقراء، وبنصوم من شهر رمضان كل سنه. نصوم ليه بقى؟ عشان نشعر بالفقراء. طب بنخرج الزكاه ليه؟ عشان نساعد الفقراء. تمام. تمام. يذهب المسلم البيت الحرام ليؤدي فريضة الحج. بيروح ليه هناك عشان يؤدي فريضة الحج، يعني يحج. تمام. طبعا الكلام تقيل عليهم انا عارفة والله، مش عايزاكم تقلقوا خالص، ده عامة يعني. مولد النبي صلى الله عليه وسلم. حاول أبرهة الحبشي هدم الكعبة. من الذي حاول هدم الكعبة؟ هيجيله اختيار، هيقوم قايل أبرهة الحبشي. حفظي الاسم. تمام. طبعا حفظ الله الكعبة فأرسل عليهم طيورا بتحمل حجارة رمت بها الجيش فأهلكته. هتحكيها له كقصة كده من سورة الفيل لو هو حافظ سورة الفيل. تمام. تمام. طيب ايه تاني اللي معايا؟ اللي معايا طبعا في حديث مكرر عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال السلام عليكم كتب له 10 حسنات، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله كتب له 20 حسنة، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له 30 حسنة. هتحفظي الحديث. تمام. طيب المفروض نقول السلام عليكم ويترد علينا نقول ايه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام بيدل على المحبة وعلى الأدب، ان انا ألقي التحية في كل وقت على اهلي واصدقائي واصحابي. تمام، ده كده الوحدة الاولى. تمام، هنزل لكم شيت اختبار على الوحدة الاولى حلو جدا ومفيد جدا.
وهيفيد الولاد، وتقدري ان حضرتك تطبعيه وتنزليه عندك ان هو يتدرب عليه عشان امتحان الدين. طبعا هي مادة زي الدين مش بينضاف وكل حاجة، بس احنا لازم طبعا نعوده، وفي نفس الوقت فيها طبعا رسوب ونجاح يعني. تمام، فلازم نهتم بيها. لان طبعا لو ما حلش مش ممكن تتحسب له وان هو ما يعديش. تمام، ده بالنسبة للتربية الدينية. انتظروني في فيديوهات مراجعات كتير جدا من اول KG1. مع السلامة.